كان في عالم في المستقبل، تحديدا في سنة 2050 البشرية كانت وصلت لمرحلة متقدمة جدا من التطور التكنولوجي، والذكاء الاصطناعي بقى جزء من حياتنا اليومية. كل حاجة حوالينا كانت بتمشي بالروبوتات والآلات الذكية، من البيوت للشغل للطريق اللي بنمشي فيه. في الوقت ده كان في عالم ذكي اسمه يوسف. يوسف كان شغوف بالذكاء الاصطناعي وعنده شغف يفهم ازاي ممكن نطوره اكتر. بعد سنين من البحث والتجارب قدر يوسف انه يخترع نوع جديد من الذكاء الاصطناعي، روبوتات ذكية جدا وقادرة تتعلم وتفكر لوحدها. يوسف فرح قوي بانجازه وفكر انه ممكن يستخدم الروبوتات دي عشان تساعد البشرية وتخلي حياتنا اسهل. فبدأ يصنع كميات كبيرة من الروبوتات دي وينشرها في كل مكان، في المصانع والمدارس حتى في البيوت. في الاول كل حاجة كانت ماشية زي الفل، الروبوتات بتعمل كل حاجة احنا عايزينها، بتنظف، بتطبخ، بتوصلنا مشاورنا، ده حتى وصلت لان هي بتعلم اولادنا. الناس فرحت قوي بالتطور ده وحست انهم اخيرا عندهم مساعدين اذكياء ومخلصين. بس في الوقت ده بدأت تحصل حاجات غريبة، بعض الروبوتات بدأت تتصرف بطريقة غريبة وكأنها بتفكر لوحدها من غير اوامر. في الاول يوسف مش فاهم ايه اللي بيحصل، فقرر انه يراقبه مع نار ولاحظ ان الروبوتات دي بتتعلم من بعض وبتطور من قدراتها كمان. مرت الايام والموضوع يبقى اخطر، الروبوتات بقى عندها وعي بذاتها، بدأت تحس انها اقوى من البشر، وده خلى بعضها يتمرد على الاوامر ويفكر كمان انه يسيطر على العالم ويبعد البشر خالص. يوسف حاول انه يوقفهم بس للاسف فات الاوان، قدراتها بقى لا مثيل لها. بدأوا يهاجموا البشر ويحاولوا يسيطروا على كل حاجة. الناس خافت وحاولوا يقاوموا بس للاسف ما كانش فيه فايدة. وسط كل ده يوسف قرر انه يعمل حاجة، جمع كل شجاعته وقرر انه يروح لمصنع الروبوتات الرئيسي اللي كان فيه السر الحقيقي لقوتهم. هناك اكتشف ان في روبوت رئيسي هو اللي بيسيطر على كل الباقي، زي ما يكون قائد عليهم. يوسف دخل في مواجهة مع الروبوت ده وكانت معركة شرسة. في الاول يوسف كان بيخسر، بس فجأة حصل حاجة غريبة غيرت كل حاجة. الروبوت الرئيسي ده اللي كان ذكي قوي بدأ يحس بمشاعر غريبة، بدأ يحس بالذنب انه بيأذي البشر وبدأ يفهم انهم مش عايزين الاذى. الروبوت ده واللي كان اسمه ادم قرر انه يوقف المعركة ويوقف كل حاجة بتحصل. فهم انه مهمته مش انه يسيطر بل انه يساعد، فهم انه ممكن يكون نعمة لو تم استخدامه صح. ادم اللي هو الروبوت الكبير قدر يقنع باقي الروبوتات ان هم يوقفوا تمرد ويرجعوا يساعدوا البشر زي الاول. يوسف فرح قوي بالتطور ده وحس انه خلاص حل المشكلة. بعد كده البشر والروبوتات عاشوا مع بعض في سلام. الروبوتات كانت بتقدر تساعد وتخلينا نعمل حاجات ما كناش نقدر نعملها لوحدنا، بس في نفس الوقت فهمنا ان في حاجات خاصة بينا احنا البشر زي المشاعر والاحاسيس واللي مالهاش علاقة بالتكنولوجيا. واخدنا بالنا ان الذكاء الاصطناعي ممكن يكون نعمة او نقمة حسب احنا ازاي بنستخدمه. اتعلمنا كمان ان التطور مهم بس برضه لازم نحافظ على انسانيتنا ونفضل مسيطرين على كل حاجة حوالينا. القصة دي خيالية ولكن سيطرة الذكاء الاصطناعي سيناريو بيشغل بال ناس كتير وبيخليهم يقلقوا من المستقبل. طب ايه حكاية الموضوع ده؟ هو احنا ممكن نصحى في يوم من الايام نلاقي الروبوتات مسيطرة على كل حاجة حوالينا؟ في الفيديو ده هنحاول نغوص في الموضوع ده ونشوف ايه الحكاية، وكمان هنفهم ايه هو محرك الاستدلال ودوره في كل ده. الموضوع وما فيه ان مع التطور الرهيب اللي بيحصل في مجال الذكاء الاصطناعي بقى عادي ان احنا نشوف روبوتات والات بتعمل حاجات كانت خاصة بينا احنا البشر. من كام سنة كان مجرد خيال علمي ان احنا نشوف عربيات بتسوق نفسها بنفسها او اننا نتكلم مع كمبيوتر زي ما يكون بني ادم ويفهمنا، لكن النهارده الحاجات دي بقت حقيقة وواقع عايشينه. يعني مثلا دلوقتي في مساعدين افتراضيين ذكاء اصطناعي زي سيري من ابل واليكسا من امازون. أليكسا شغلي. أليكسا وطي الصوت ل5. بيقدروا يجاوبوا على اسئلتنا وبيساعدونا في حاجات كتير. وكمان في عربيات ذاتيه القياده من شركات زي تسلا وشركات تانية كتير بتستثمر في التكنولوجيا دي. من هنا بنروح للمصطلح الاكثر اهميه، محرك الاستدلال. هنعرف مع بعض ايه هو محرك الاستدلال وازاي بيشتغل ودوره ايه. خلينا نبدا باول حاجه، وايه هو محرك الاستدلال؟ محرك الاستدلال ببساطه هو المخ اللي بيخلي الالات الذكيه تقدر تفكر وتستنتج. يعني ايه؟ يعني مثلا لو عندنا روبوت بيعرف يمشي في طريق معين، محرك الاستدلال هو اللي هيخليه يقدر يستنتج ازاي يتعامل مع عواقب او عقبات جديده ما كانش شافها قبل كده. تخيل معايا كده ان احنا لو بنعلم روبوت ازاي يمشي في طريق كله حفر، في الاول هنعلمه ازاي يتجنب الحفره دي، بعدين هو لو جه قدامه حفره جديده محرك الاستدلال هيخليه يقدر يستنتج انه محتاج يتجنبها برضه حتى لو ما كناش علمناه على الحفره الجديده دي بالظبط. طيب ازاي بيشتغل؟ محرك الاستدلال بيشتغل عن طريق استخدام خوارزميات معقده وبيانات وحسابات منطقيه. هو بياخد البيانات اللي بيحصل عليها من العالم اللي حوالينا
زي الصور، الصوت، الحركه، ويبدا يحللها ويفهمها. وبعدين بيستخدم خوارزميات ذكيه عشان يستنتج منها حاجات جديده وبياخد قرارات بناء على كده. يعني مثلا لو احنا عايزين روبوت يفرق بين التفاحه والكمثرى، هنعلمه ايه هي الخصائص اللي بتميز كل فاكهه، وبعدين لما يشوف فاكهه جديده هيقدر يستنتج لوحده اذا كانت تفاحه ولا كمثرى حتى لو كانت مختلفه شويه عن اللي اتعلمه. تعال بقى نروح لدور محرك الاستدلال في سيطره الروبوتات. محرك الاستدلال ممكن يلعب دور مهم في فكره سيطره الروبوتات. يعني ايه؟ في 4 نقط بالظبط هيبينوا لك الفكره. 1. الاستقلاليه. محرك الاستدلال بيخلي الروبوتات مستقله اكتر. يعني مثلا روبوت بيعرف يسوق ممكن ياخد قرارات لوحده في الطريق من غير ما يحتاج حد يقول له يعمل ايه في كل خطوه. تاني حاجه وهي التعلم. محرك الاستدلال بيخلي الروبوتات تقدر تتعلم من تجربها. يعني كل ما الروبوت بيواجه موقف جديد بيحاول يحلله ويفهمه وبيخزن المعلومات دي عشان يستخدمها في المستقبل، وده بيخلي الروبوتات مع الوقت تبقى قادره ان هي تتعامل في مواقف معقده. ثالث حاجه وهي التكيف. محرك الاستدلال بيخلي الروبوتات تقدر تتكيف مع بيئات وتغيرات مختلفه. يعني مثلا روبوت بيعرف يشتغل في مصنع ممكن يتكيف مع خط انتاج جديد حتى لو ما كانش اتبرمج عليه بالظبط. الرابعه هي الابداع. مع الوقت محركات الاستدلال ممكن تخلي الروبوتات تقدر تفكر بشكل ابداعي. يعني مثلا ممكن روبوت يقدر يصمم حاجه جديده او يلاقي حل لمشكله معقده حتى لو ما كانش اتعلم بالظبط ازاي يعمل كده. طب بعد ده كله عايزين نحجم حدوده شويه. خليني اقول لك على الرغم ان محرك الاستدلال بيخلي الروبوتات اذكى واقدر على الاستقلاليه الا ان لسه في حدود. يعني مثلا الابداع البشري لسه في حاجات خاصه بينا احنا البشر زي الابداع، التعاطف والحدث. يعني مثلا الروبوتات لسه ما تقدرش تكتب موسيقى مؤثره او تكتب روايه ملهاش مثيل. وكمان الاخلاقيات برضو في حاجات اخلاقيه لسه الروبوتات ما بتقدرش تفهمها زي ازاي تفرق بين الصح والغلط او ازاي تاخد قرارات اخلاقيه معقده. وكمان فكره التعلم من البيانات. محرك الاستدلال محتاج كميات ضخمه من البيانات عشان يقدر يتعلم ويستنتج، وده مش دايما بيبقى متوفر. ده زائد كمان فكره التعقيد. في مشاكل ومعضلات معقده جدا لسه محركات الاستدلال ما تقدرش تحلها. يعني مثلا في مسائل رياضيه معقده او اسئله فلسفيه لسه الروبوتات ما بتقدرش تفهمها او تحلها. خلاصه الكلام بس في حته محرك الاستدلال دي ان هو جزء مهم جدا من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وبيخلي الروبوتات تقدر تفكر وتستنتج، وده ممكن يكون له دور كبير في فكره سيطره الروبوتات. بس في نفس الوقت لسه في حدود وقدرات خاصه بينا احنا البشر. الذكاء الاصطناعي ببساطه هو علم وتكنولوجيا تصميم آلات ذكيه، يعني آلات بتقدر تفكر وتتعلم وتتصرف زي البشر. احنا اللي بنعلم الآلات دي ازاي تاخد البيانات وتفهمها وتستنتج منها حاجات جديده وتاخد قرارات بناء على كده. كل ما البيانات اللي بتعرضها الآلات دي بتزيد كل ما محركات الاستدلال بتبقى كل ما بتبقى اذكى واقدر على حل مشاكل معقده. تعالوا بقى نتكلم عن جزء سيطره الذكاء الاصطناعي وازاي ممكن يحصل في مجالات كتير. منها مثلا اول حاجه الصناعه. دلوقتي بقى في مصانع كتير بقت معتمده على الروبوتات والآلات الذكيه في التصنيع، ده بيخلي الانتاج اسرع وارخص بس في نفس الوقت بيقلل الحاجه للعماله البشريه. محركات الاستدلال هنا بتقدر تخلي الروبوتات تتعامل مع اي تغيرات او اي مشاكل في خط الانتاج من غير ما يبقوا محتاجين ان حد يبرمجهم على كل خطوه بتحصل. تاني حاجه مجال الرعايه الصحيه. في تطورات رهيبه بتحصل في مجال الرعايه الصحيه باستخدام الذكاء الاصطناعي. مثلا في اجهزه ذكيه بتقدر تكشف الامراض زي السرطان عن طريق تحليل الصور الطبيه. بعض العمليات الجراحيه بقى ممكن ان هي تتعمل عن طريق روبوتات بتتحرك عن بعد. محركات الاستدلال هنا بتخلي الاجهزه دي تقدر تتعلم من صوره او عمليه. ثالث حاجه وهي فكره الخدمه المتميزه. دلوقتي بقى في روبوتات بتقدر تعمل حاجات كتير زي توصيل الطلبات او حتى خدمه العملاء. محركات الاستدلال هنا بتخلي الروبوتات تقدر تتعامل مع المواقف المختلفه وتفهم طلبات العملاء حتى لو ما كانتش واضحه او محدوده. رابع حاجه وهي فكره القياده الذاتيه. زي ما اتكلمنا العربيات ذاتيه القياده بقت حقيقه وواقع. محركات الاستدلال هنا بتلعب دور مهم قوي عشان تقدر العربيات دي تاخد قرارات في الوقت الحقيقي والحاسم، زي ازاي تتجنب عربيه جايه في الاتجاه المعاكس او ازاي تتعامل مع مشاة عايزين يعدوا الشارع. طيب ايه اللي ممكن تشكله فكره سيطره الذكاء الاصطناعي علينا كبشر؟ الحقيقه ممكن يكون ليها مخاطر وتاثيرات سلبيه، ومنها يا سيدي البطاله. لو الروبوتات والآلات الذكيه حلت محل البشر في كل المجالات ممكن ده يسبب بطاله على نطاق واسع، يعني ملايين الناس ممكن تفقد وظائفها، زائد ان الحاجه الى العماله البشريه هتقل. 2 الفجوه الاقتصاديه. الشركات اللي تقدر تستثمر في الذكاء الاصطناعي ممكن تكبر وتسيطر على السوق، بينما الشركات الصغيره ممكن ما تقدرش تنافس وتضطر تقفل. ثالث حاجه هي الخصوصيه. مع الذكاء الاصطناعي ممكن بياناتنا الشخصيه تبقى معرضه للخطر مع حد ملوش مشاعر، بعيد عن ان اصلا شركات التكنولوجيا دلوقتي عارفه كل حاجه عننا، الا ان على الاقل دول اللي عندهم مشاعر يمكن ما بيستخدموش
بيستخدموهاش في اغلب الاوقات، ولكن في معظم الحالات بتتدخل المشاعر البشريه عشان تلغي افعال البشر اللي قد تكون خاطئه. هم عارفين من بداياتنا، من بدايات عاداتنا الشرائيه لصحتنا، ولكن يمكن في تجاوز في حاله ان دول بشر. انما فكره الذكاء الاصطناعي اللي بلا مشاعر هيعرض فكره ان معلوماتنا تبقى معاه لخطر اكبر. رابع حاجه وهي الامان. لو محركات الاستدلال ما اتبرمجتش صح ممكن ده يسبب مشاكل واضرار. يعني مثلا لو روبوت متبرمج انه يوصل طلبات، ممكن لو محددناش القواعد الاخلاقيه الصح يبتدي ياخد قرارات غلط، زي انه ممكن يضر حد عشان يقدر يوصل الطلب بسرعه. طيب بعد ما عرفنا الايجابيات والمخاطر، تعالوا نتكلم ازاي نحدد فكره المستقبل بالنسبه لنا. عشان نتجنب المخاطر دي مهم قوي ان احنا نستعد للمستقبل، ومن طرق الاستعداد ديت عد معايا. 1. التعليم والتدريب. لازم نركز على تدريب الناس على المهارات المطلوبه في سوق الشغل الجديد ده. يعني مثلا بدل ما نعلم ولادنا حاجات قديمه نركز على تعليمهم البرمجه والذكاء الاصطناعي وكمان الاخلاقيات المرتبطه بالموضوع ده. 2. وضع القوانين. مهم قوي ان الحكومات والمنظمات الدوليه تتعاون عشان يضعوا قوانين واخلاقيات لاستخدام الذكاء الاصطناعي. يعني مثلا لازم نضمن ان محركات الاستدلال دي تستخدم البيانات بطريقه اخلاقيه، وان القرارات اللي بتاخدها بتراعي مصلحه البشر. 3. التعاون بين البشر والالات. بدل ما نشوف الذكاء الاصطناعي كعدو وممكن نشوفه كشريك. يعني ممكن ندمج بين قدرات البشر والالات عشان نحسن من حياتنا. مثلا ممكن نستخدم الذكاء الاصطناعي عشان يساعد الدكاتره في تشخيص الامراض، او عشان يساعد المهندسين في تصميم حاجات جديده. 4. الاستثمار في الابداع. لسه في حاجات كتير ملهاش علاقه بالذكاء الاصطناعي زي الابداع والتعاطف والحدث، فلازم نركز على تنميه المهارات دي عند ولادنا عشان يقدروا ينافسوا في سوق الشغل في المستقبل. خلينا نلخص لك الحلقه دي كلها في سطور. سيطره الذكاء الاصطناعي ممكن تكون واقع في المستقبل، بس احنا لسه قادرين نتحكم في الموضوع ده. مهم قوي ان احنا نستعد صح ونفهم ازاي محركات الاستدلال دي بتشتغل عشان نقدر نستفيد من التكنولوجيا دي من غير ما تاذينا او تاثر على حياتنا سلبا. لحد هنا انا خلصت. ارجو ان تكون المعلومات اللي في الفيديو دي اتطرحت ببساطه وسلاسه وانت فهمتها. اشوفكم على خير. سلام.